السلام عليكم. النهاردة تعالي هقولك لو عندك بلح من رمضان زي كده تعملي بيه ايه. فكرت كتير اني اعمل حاجات كتيرة بيه، بس اخر قرار قررته ان انا هعمل بيه معمول سهل وبسيط وبيخلص على طول، والله مش بياخد وقت، يعني بالنسبة لي خد 25 دقيقة بالظبط. يلا نشوف كده عملناه ازاي، بجد عظمة. هينفع في المدارس خلاص جاية، كل سنة وانتوا طيبين. نعمله كده الفطار أولادنا الصبح قبل ما يروحوا على المدرسة، حلو ومغذي ومفيد جدا جدا. هنعمله على طول، مش هياخد مننا وقت خالص. كمان هنشكله بطريقة سهلة خالص جدا، ولا هنحطه بقى في حاجات مخصصة ولا الكلام ده كله هنعمله في صينية واحدة. يلا نشوف كده. في البداية بسم الله. معايا حوالي ربع كيلو من البلح، طبعا كنت مفصصاه وشايلاه جاهز في التلاجة. فطلعته زي ما انتوا شايفين كده. هاخده واغسله كويس جدا جدا، ممكن تكون فيه رملة او اي حاجة. فانا بغسله كويس جدا. بعد كده بحط عليه حوالي كوبايتين كبار من المية، احطهم على النار ويغلوا لمدة ساعة من غير اي اضافات. بعد كده بعد مرور ساعة بيكون خلاص بقى استوى واتهرى معايا بالشكل دوت. هاخده وهرسه على طول بالهراسة بتاعت البطاطس او الشوكة، يعني اتأكد ان هو اتهرس كويس جدا. عندك ريحة كحك ممكن تحط عليه معلقة صغيرة. عندك سمسم حطي عليه سمسم. مش متوفر عندك زي كده اهو بالظبط، اعملي زي كده بس. حطيت معلقة زبدة، ممكن تحطي معلقة سمنة وتقلبيها كويس بس كده على طول، يعني علشان يبقى طري معاكي وحلو جدا. خلصناه ونشوف بقى المكونات اللي بعد كده. في طبق صغير هبدأ احط كوباية الا ربع من اللبن الدافي، هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان هحط عليه 3 معالق كبار من السكر. هبدأ اقلبهم كويس جدا بحيث ادوب السكر، يعني يبقى مش موجود. اقلبه يعني حوالي 5 دقايق كده بس اتأكد ان السكر اختفى تماما. بعد كده هنجهز باقي المكونات الجافة. معايا 3 اكواب من الدقيق، طبعا دي متعدد، يعني اي دقيق عندك استخدميه. هحط عليه ظرف كده من الفانيليا زي ما اتفقنا. عندك محلب، عندك سمسم، عندك شمر، عندك ينسون، اي حاجة بتحبي تضيفيها للحاجات دي ضيفيها، هتبقى حلوة جدا. بس انا ما كانش متوفر عندي فعملته بالمتاح. وحطيت كمان عليه ذرة من الملح وقلبته كويس جدا جدا. هبدأ انقله دلوقتي في طبق تاني كبير بحيث اعرف ابث فيه المكونات بتاعتي. هبدأ دلوقتي عندي كوباية سمنة على زبدة، هفضيهم كويس. ممكن تحطي سمنة على زيت، بس الزيت بينشف الحاجات دي قوي، يعني ممكن تحطي الربع مثلا والتلتين عفوا والتلت سمنة او زبدة. لكن هتحطي الكمية كلها زيت هتنشف منك جدا وهيبقى يعني معضم كده شوية. هبدأ دلوقتي ابس كويس جدا جدا، اتأكد ان السمنة والزبدة دخلوا كويس جدا في الدقيق، واتأكد ان كل حاجة خلاص اختلطت تمام، يعني واجي اضغط عليها الاقيها عملت كده، يعني اتشكلت معايا تمام. هبدأ دلوقتي اضيف المكونات السائلة اللي احنا كنا مجهزينها، اللي هي الخميرة واللبن والسكر. هبدأ دلوقتي اضيفهم. هقلب الاول بالسباتيولا، بعد كده هبدأ اقلب بايدي. عايزة يا دوبك بس ألم المكونات كلها على بعضها وأوقف على طول. أنا مش عايزة أعجنها، أنا عايزاها كده عجينة تبقى مبسوسة، يعني مش عجينة فيها عرق بقى والكلام ده. تمام. يا دوبك بس هنلم السوايل على الدقيق وهنوقف على طول.
انا كده لميت العجينة تمام وحسيتها محتاجة حوالي 3 معالق من اللبن، فبدأت احطهم يعني كوباية الا ربع من اللبن في البداية، وبعد كده ضفت حوالي 3 معالق من اللبن. هبدأ برضو ألمهم كده و يعني أخليهم يتداخلوا كويس مع بعض، وبعد كده هاخد العجينة بتاعتي واحطها في الطبق وهغطيها، هسيبها حوالي 10 دقايق بالظبط ترتاح شوية، وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل ايه مع بعض. ودلوقتي هنجهز الصينية اللي هنفرد فيها المعمول. جبت صينية متوسطة وبدأت أدهنها دهنة محترمة من السمنة، ويفضل سمنة طبعا عشان ما تلزقش معايا، وهي كده كده فيها المادة الدهنية بس يعني زيادة تأكيد وزيادة حرص. دلوقتي جهزت الكيس اللي هفرد عليه، وكمان جبت العجينة عشان اخدها اقسمها نصين بالشكل دوت. اهم حاجة يكون النصين قد بعض. هبدأ اشكلها كده بايدي وهخليها على شكل بيضاوي بالشكل دوت، هيسهل معايا العجن عفوا الفرد جدا. اخدت كده اول نص وهبدأ دلوقتي احطه على الكيس، هبدأ افرده. طبعا متوفر عندك ورق زبدة هتحطي ورقة من تحت ورقة من فوق، او كيس من تحت ومن فوق بالشكل دوت، بس انا حطيت من تحت بس عشان اوريكي انه سهل جدا ان انت تفرديه من غير يعني كيس من فوق. فانا كده هبدأ افرده، احاول اخليه يعني شكل مستطيل اكتر، وبعد كده يعني لو في زيادة او في مثلا حتة نقصت هاخدها وهكمل بيها، ولو كبيرة او مش متساوية هبدأ اسويها بالسكينة برضو واشوف المقاس المظبوط اللي انا محتاجاه. بعد كده بدأت اقطع الزيادات بالشكل دوت، هاخدها واحطها في الاماكن اللي محتاجة عجين، وهنرجع نفردها من تاني. وما تقلقيش من الخطوة دي، يعني لو مبتدئة واول مرة تعمليها ارجوكي ما تقلقيش وخدي التجربة، وان شاء الله هتنجح معاكي وهتبقى حلوة جدا، ولو اول مرة تعمليها هتنبهري بالنتيجة. هرجع زي ما قلتلكوا هفردها بالشكل دوت، بعد كده هاخدها على الصينية على طول. في الصينية هقدر اتحكم فيها اكتر، وهقدر اساوي الاطراف والحاجات الزيادات دي. انا كده بعد ما سويتها وظبطت كل حاجة والزيادات شلتها بالسكينة، ودي كانت النتيجة. هبدأ اسويها كويس بايدي، واشوف لو حتة عالية ابدأ اسويها بكفة ايديا بالشكل ده. بعد كده هجيب شوكة وهبدأ اخرمها بحيث الحرارة تتوزع عليها كلها. ودلوقتي هنيجي لمرحلة العجوة. بدأت أفردها بالشكل دوت، وكانت سهلة وسلسة معايا. طبعا لو هتحطي عجوة جاهزة جايباها من بره هتفرديها الأول على كيس زي ما أنا عملت في العجينة بالظبط، وبعد كده تبدأي تحطيها قطعة واحدة. فبصراحة دي سهلت معايا جدا جدا، وكانت أسهل بكتير كمان. فردتها كده بالمعلقة وخليتها كلها قطعة متساوية زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ أفرد القطعة التانية من العجين بنفس الطريقة الأولى اللي احنا عملناها، وهاخدها ونفس اللي حصل هناك، أي قطعة زيادة من العجين ببدأ أخدها وأحطها في الأماكن اللي محتاجة عجين بالشكل دوت. ببدأ أخد الأطراف كده بالسكينة وببدأ أحطها في الأماكن اللي فاضية اللي زي دي. كان ممكن أفردها على طول مرة واحدة، بس حبيت أوريكم لو أول مرة تعملوها ويعني ما نفعتش معاكم أو حسيتوا إن هي فشلت، لا هي ما فشلتش، ممكن تعمليها بالطريقة دي. هفردها كويس. أهم حاجة أغطي العجوة كويس جدا، لأنها لما بتتعرض للحرارة ممكن تتحرق بسهولة. هاخد العجين وهبدأ أحطها بالشكل دوت، وبكده أكون وزعت العجينة كويس جدا على الصينية.
وبكده نكون خلصناها خالص، بس فاضل اخر مرحلة وهي هنزينها من فوق بالشوكة. طبعا عندك منقاش تقدري تعملي بيه اشكال، بيبقى شكله جميل جدا. ممكن تعملي بالشوكة زي كده، ممكن تسيبيها سادة عادي، بس بما انها معمول فلازم يعني نعمل لها كده تشكيل بسيط جدا بالشكل دوت. فانا هعملها بالشوكة وهنخلصها كلها بالشكل ده. ودلوقتي خلصناه من التشكيل، هبدأ دلوقتي احطه في الفرن طبعا كنت مشغلاها قبل ما ابدأ، وسبتها لما سخنت خالص، خليتها على درجة متوسطة وبدأت احط فيها الصينية بتاعتي. انا عايزاها تاخد لون كويس جدا من تحت ومن فوق. طبعا لو اخدت لون ذهبي من تحت بقفل وبشغل الشواية تاخد لها لون ذهبي كمان من فوق. هسيبها قد ايه؟ هسيبها من 25 ل30 دقيقة، يعني اعتقد مش هتكمل ال30 دقيقة حتى لو الفرن بتاعتك مش شغالة كويس. فهي يعني كبرها جدا 25 دقيقة، يعني 37 دقيقة بالكتير جدا. المهم هنبدأ دلوقتي. الخطوة اللي ضايقتني شخصيا اني انا نسيت اقطعها قبل ما ادخلها الفرن، فدي حاجة مهمة جدا، اوعوا تنسوها زيي. المهم يعني بدأت اقطعها بالشكل دوت، هعملها على شكل سامبوكسات بالشكل ده. هي المفروض تتقطع قبل ما تدخل الفرن يا جماعة، وبتخرج بالشكل اللذوذ دوت. هي لو متقطعة طبعا من الاول كانت تبقى مرتبة اكتر، بس ما يجراش حاجة. وبجد والله ريحتها جبارة جدا جدا، يعني انا مش حاطه لها حاجات كتير وعاملاها بابسط المكونات، لكن ريحتها وطعمها بجد تحفة، اللهم بارك، حلوين جدا. اتمنى تجربوها وتعملوها باذن الله في المدارس، هتنفعكم كتير ومفيدة لاولادنا، خصوصا يعني في الضغط اللي هيبقوا فيه، يعني ربنا يكون في عونهم الايام اللي جاية. قدميها الصبح بقى مع الفطار، مع اللبن، مع الشاي، اي حاجة هتبقى حلوة ومغذية جدا جدا. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وأكون كده يعني وضحت في الفيديو حاجات كتير وتكونوا فهمتوه وسهل جدا بالنسبة لكم، وإن شاء الله تنفذوه قريب جدا. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات، وبالله عليكم ما تنسوش كمان تحطولي لايك، ولو مش مشتركة في قناتي وأول مرة تشوفيها أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. ويا رب تكون فيديوهاتي كده حلوة وخفيفة على قلبكم، وأشوفكم فيديو جديد قريب جدا إن شاء الله، في حفظ الله، وسلام.